زار رئيس أساقفة ألمانيا ووفد من الكنائس الألمانية مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني من جهة، وللاطلاع على واقع الحياة في بيت لحم ومخيم الدهيشة ضمن جولته إلى فلسطين. بعدما سمعته من المسؤولين الفلسطينيين وما شاهدته جراء ما تعيشه بيت لحم، توقعت أن أجد شعب مقهور، لكنني أشعر بالصدمة الإيجابية والافتخار لما شاهدته اليوم هنا في مخيم الدهيشة من قدرة الشباب على الصمود والتطور وتحدي الظروف الصعبة. إن وجودي هنا اليوم يشكل لحظة تاريخية، لأني موجود في مكان ميلاد السيد المسيح، وأنا أقول أن لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وحرية. فلسطين وبيت لحم وجهت رسالة لكل العالم باحتفالاتها بالأعياد، ونحن نقول لكم نحن معكم وندعم استقلالكم وندعم حل الدولتين. وعندما أقول مخيم أقصد كل مخيمات اللجوء، 59 مخيم، والدمار الذي لحق بمخيمات قطاع غزة ومخيمات شمال فلسطين، والاقتحامات اليومية لمخيمات الضفة الغربية قاطبة. احنا بنشوفه نهاية التوقيت، يعني ترجمة لموقف سياسي عدا عن البعد الروحي والإنساني برسالة سيدنا المسيح وروح الشعب الألماني الذي يتظاهر على مدار الساعة تضامنا مع شعبنا ورفضا للمقتلة ورفضا للاحتلال. سياسيا ودينيا، رأى الفلسطينيون في هذه الزيارة وفي هذا الوقت أهمية كبيرة، فهي تأتي للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني عموما وبيت لحم على وجه الخصوص، للتعبير عن رفض ما تقوم به إسرائيل من جرائم. زيارة رئيس أساقفة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى فلسطين وإلى أحد مخيمات اللاجئين، هذا المخيم اللي عمره من عمر النكبة الفلسطينية، لها دلالة كبيرة، وضرورة إطلاع العالم وتحديدا رجال الدين المسيحيين على واقع الشعب الفلسطيني والواقع المعاش لشعبنا الفلسطيني ومدى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الأرض الفلسطينية، وتحديدا يعني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، شمال الضفة الغربية، وأيضا حتى هذه المدينة المقدسة مدينة السيد المسيح وما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية يومية. وخلال الزيارة أكد المتحدثون جميعا بمن فيهم الضيف على أهمية مواصلة الشعب الفلسطيني لصموده، فيما تحدث مجموعة من الأطفال والشباب بالمخيم عن حياتهم وآمالهم باللغة الألمانية، تأكيدا على قدرة الفلسطيني على نقل رسالته للعالم. احنا وجهنا رسالة لنيافة البيشوب، نيافة القس الأسقف، انه احنا كأطفال مخيم وكشباب مخيم وكفئة شابة بنعاني كثير من إجراءات الاحتلال الاضطهادية اللي بتعيق علينا حياتنا ومسير حياتنا بالشكل الطبيعي. احنا كباقي شباب العالم لنا حق في العيش في الحياة. لم يخفي رئيس أساقفة ألمانيا تضامنه مع الشعب الفلسطيني وإعجابه بقدرته على الصمود بعد كل ما تعرض له، مؤكدا أنه سيحمل هذه الرسالة للعالم أجمع لتعزيز الحق الفلسطيني للعيش بحرية وسلام. منجد جادو لشبكة فلسطين الإخبارية PNN، مخيم الدهيشة، بيت لحم.